حلقة جديدة من سنة أولى جواز. وحشتوني بجد الستات والأفراح. بما إن في رجالة كتير بتشتكي من مراتاتها أيام الأفراح، لو عندهم أي فرح لأي مناسبة دايما مراتاتهم مكشرة وكئيبة لدرجة إن هو بيفكر ما ياخدهاش معاه المرة الجاية. هحكي لك نبذة عن اليوم اللي عندنا فيه فرح. نبدأ الأول وإحنا بس بنطلع الطقم اللي هنلبسه. إحنا ما عملناش حاجة، إحنا لسه ما لبسناش. أيا كان الطقم بنوعه بالكواليتي بتاعته، بإن هو جديد ولا قديم، مش هيعجب العيال في الوقت ده من السنة، من الكوكب، من العالم. ننزل باقي الهدوم كلها وننزل الدولاب كله على الارض عشان التربيه الحديثه. برضو زن واعتراض. نرجع كل الهدوم تاني مع التربيه الحديثه، نرجع للتربيه القديمه، يتضربوا. يبقى في مشهد الارض لو عطشانه واحنا بنلبس البنطلون او الكولونات للبنات. طبعا مش هنقف هنا، انا خلصت ان انا البسهم، انا هلبس بقى. ايه الملل ده وايه الزهق ده؟ يعني ايه ما بتشقلبش وانا بحط الميك اب او بلعب اكروبات وانا بلبس الفستان؟ هم واقفين صف اول على التسريحه، هنجرب كل الكريمات ونرميها على الارض ونوسخ هدومنا اللي اصلا مش عجبانا فنخش في الموال الاولاني ده تاني، يا اما نفضل نعيط ونزن ونصوت ونصرخ عشان يعني ايه الملل ان احنا مستنيين ماما تلبس وحضرتك في الباك جراوند ورا كده صوتك خفيف جدا قاعد عمال تسالني على القميص اللي هو قدامك اساسا. طبعا قبل ما بنركب العربيه بنكون ماكلينهم ومدخلينهم الحمام بالعافيه. اول ما نركب العربيه يا اما عطشنا يا اما بنتخانق على العصير اللي احنا سيبناه في البيت اللي انا قلت مش هينفع نشربه في العربيه عشان هنوسخ نفسنا، يا اما الجزمه مضايقانا. احنا اصلا ما بنمشيش واحنا قاعدين في العربيه بس هي مضايقانا فقلعها لنا دلوقتي. غير ان انت والجي بي اس تايهين وبتسالني على الطريق، انا اصلا رايحه